دي كذب. انا شايف ان الكلام اللي بيتقال ده شرير، هو مؤذي وبيضر ارث تشارلي كيرك وبيسيء للشخص اللي كانه كرجل وللقيم اللي كان بيمثلها. وانا بدين اي حد بينشر اكاذيب في الوقت اللي عندنا فيه ادله واضحه ظهرت في المحكمه في الجلسه التمهيديه. احنا هنكشف القاتل الحقيقي لتشارلي كيرك. جه الوقت. احنا شغالين بقالنا شهور على تحقيق عميق ومفصل، مش الشخص اللي انت متخيله. دلوقتي احنا هنتكلم عن مين اللي كان فعلا ورا اغتيال تشارلي كيرك. كانديس اوينز. ده برنامج بين شابيرو. الانترنت كله بقى ضد كانديس اوينز، وبصراحة أنا مستمتعة بكل ثانية بده، لأننا عارفين إن البودكاستر الحقيرة دي كانت بتعمل كل اللي تقدر عليه، مش بس عشان تحول موت تشارلي كيرك لمصدر ربح ليها، لكن كمان عشان تدمر عيلته. وبشكل عام هي بتحاول تخلق أكبر قدر من الفوضى بالكذب الواضح. ولو كنت متابع القناة دي من الأول هتلاقي إننا متابعين القصة دي بشكل موسع، وكنا من أوائل الناس اللي طلعوا وتكلموا عن كانديس على حقيقتها. لكن الناس ما كانوش كده. الموضوع خد معاهم وقت، ما كانوش متأكدين، وكانوا خايفين إن كانديس هتهاجمهم هي وأتباعها المجانين، وعشان كده ما كانوش بيتكلموا كتير. لكن دلوقتي خلاص الناس زهقت خلاص، خصوصا مع قضية تايلر روبنسون الأولية اللي بتحصل ودورها في نشر الكلام الفاضي ده، وكمان تدميرها لإريكا كيرك، واللي كان فعلا مؤلم إننا نشوفه. عندنا ناس زي بن شابيرو اللي عمل واحد من أفضل المونولوجات على الإطلاق وهاجم كانديس أوينز بشدة. وعندنا براندن تاتم اللي يعتبر من أقرب أصدقائها، طلع وقال يا جماعة أنا مش قادر أدعم ده أكتر من كده. وعندك دليل وإثبات من تشارلي إنه ما كانش بيحاول يتعامل مع كانديس، وكمان ما كانش فعلا صاحبها. وكمان في ناس يعرفوا كانديس من زمان طالعين بقصص عنها هتخليك تنصدم. يعني يا جماعة أهلا بيكم في حلقة بوش باك توداي. الحلقة دي كبيرة جدا، هي حلقة ضخمة، لأننا كنا مستنيين يحصل إن الإنترنت يبطل يحاول يدعم الكذابة المجنونة دي اللي ما عملتش غير إنها سببت دمار السنة اللي فاتت. فأهلا بيكم في بوش باك. أنا ميراكا مقدمتكم. اتأكدوا إنكم تشتركوا. وده براندون تيتوم. مرة تانية تذكير للناس اللي مش عارفين، هو صديق كويس لكانديس. يلا نسمع هو هيقول إيه في برنامج بيرس مورغان. وبرضه هسألك نفس السؤال، يعني هل هتدين كانديس أوينز على اللي كانت بتعمله؟ ايوه، اظن دي حاجه سهله تدان. انا بدين اي حاجه كانديس بتقولها وبتكون غلط. عارف، انا اعرفها شخصيا، وانا وهي المفروض هنتكلم قريب عن اللي بيحصل، لاني شايف انها واظن هيكون مفيد ليها انها تتعلم ايه هي الحقيقه وازاي الاجراءات دي بتمشي وازاي التحقيقات بتتم وازاي ادله الدي ان اي بتشتغل. وبما اني اعرفها شخصيا اعتقد ان من المهم جدا ليا ولاي حد يعرفها اننا نتكلم معاها. عارف، انا مش شايف ان من المفيد اننا نطلع ونصرخ باسمها كل يوم على السوشيال ميديا. اريكا مش بتعمل كده، تيرنينج بوينت مش بيعملوا كده، تشارلي عمره ما عمل كده حتى لو كان مختلف مع حاجات كتير قالتها كانديس. انا شايف انه مهم جدا اننا نهاجم الكلام اللي بيتقال بنسبه 100% ده كذب. انا شايف ان الحاجات اللي بتتقال دي شريره وبتوجع. الحاجات دي بتضر ارث تشارلي كيرك وبتضر صورته كرجل وكل اللي بيمثله. وانا بدين اي حد بينشر اكاذيب في الوقت اللي عندنا فيه ادله واضحه ظهرت في المحكمه في الجلسه التمهيديه، ولو الموضوع وصل للمحاكمه هيكون اسوأ، هيبقى فيه ادله اكتر وشهود اكتر. فالموضوع كده. والراجل اللي جنبي اظن يعني مش عارف الجمهور شايفه زي ما انا شايفه ولا لا، بس يا له من احمق فعلا انه يقعد ويشمت وياخد فرصته يقول انا متحمس ان جماعه ماجا بيتخانقوا مع بعض على حساب تشارلي اللي اتغتال لمجرد انه كان راجل بيقول الحقيقه، كان راجل كويس وكان اب كويس، انا عرفته شخصيا، وعيب اننا مش قادرين نقعد هنا وندين الكراهيه وبس. لازم نروح ونقول ان دي جماعه ماجا او مش جماعه ماجا، ده تهريج. دي نقطة كويسة من براندن تيتم. الحاجة اللي كانديس قدرت تعملها هي إنها حولت الموضوع كله لخناقات داخلية، بدل ما نفتكر أكتر حاجة كان شارلي عايزها وهي إنه يجمع الناس مع بعض. ودلوقتي وإحنا بنتكلم عن شارلي وكانديس في نقطة كبيرة ومهمة جدا، وكانديس كانت بتأكد عليها من الأول، وهي إنها كانت الصديقة الحقيقية لتشارلي. خلي بالك إنها ما كانتش مدوة لفرح تشارلي وإريكا، وده غريب. وكمان ما كانتش مدوة للمراسم الكبيرة اللي عملوها بعد ما تشارلي اتقتل علشان يكرموه. كل الكلام ده مش صحيح. هي في الحقيقة ما كانتش صديقة لي، ويبان إن صداقتهم كانت بتقل مع السنين، بس هي كانت بتنشر وبتقول لا 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 لا، إحنا كنا فعلا أصدقاء حقيقيين. أنا المدافعة الحقيقية عن شارلي. ودلوقتي أندرو كالفيت لسه طالع بيكلم، ودي نوعية البوستات اللي بقى بينزلها. معركة كمان يا تشارلي، أنا هقاتل، أنا مش بخاف من الشياطين دي، إحنا هنكسب. بس دلوقتي أندرو كوفيت اللي ليه علاقة بتيرنينج بوينت يو اس اي بيقول حاجات زي كانديس انتي وتشارلي ما كنتوش أصحاب، هو كان بيديرك، كان بيهون الأمور ويحافظ على المجاملة عشان ما تتقلبيش على المنظمة.
وريني دليل على صداقة حقيقية في آخر 12 شهر من حياته، من ال 18 شهر اللي فاتوا طبعا. هي مش هتقدر تعمل كده، بس أندرو ما تراجعش وفعلا عرض الأدلة، وها هي قدامكم يا أصدقائي بكل وضوحها. بن شابير وتأكد. أيوة، شغل ممتاز. عايزين نعرض الجرافيك دلوقتي ولا نخليه بعدين؟ استنوا، محتاجة أظبط موضوع كانديس الأول. يعني تشارلي هنا بيعترف إنه لازم يعرف إزاي يتعامل مع موضوع كانديس أوينز كله، لأنه زي ما احنا شايفين دلوقتي الموضوع واضح جدا. الموضوع كبير لو كانديس زعلت منك، لأنها بتتعصب وبتهاجمك وبتألف أكاذيب مجنونة، وأي حد غالبا قابلها أو دخل بطريقها على مدار السنين أكيد مر بالتجربة دي. الناس خايفة ترد على كانديس لأنها فهمت كويس الضرر اللي بتسببه لأي حد يجرؤ يقول كلمة ضدها، وأظن ده واضح جدا. دلوقتي ممكن تفضل تقول لا ده مش حقيقي، وتقول إن تشارلي كان فعلا صاحبها، بس أظن لو أنت شايف اللي كانديس بتعمله دلوقتي وعندك أي عقل هتقدر تفهم إن يمكن فعلا كانت محتاجة تشارلي يدير الموضوع. والحقيقة إنها مصدقة إنه ما كانش ضدها جامد، ده علشان هو ما كانش عايزها تسلط تأثير كانديس عليه وعلى منظمته. وأظن الرسالة دي بتثبت ده بشكل واضح جدا. يعني أنا محتاجة أظبط موضوع كانديس، أي موضوع، كلنا عارفين بالظبط إيه الموضوع. بس زي ما براندون قال، الفكرة هنا مش بس إننا نتكلم عن الخلافات الداخلية. الحقيقة إن الهدف هو نفند بعض الحاجات اللي بتتقال ونوضح إن الست دي مجنونة. وبن شابيرو كان بيعمل، اسمحوا لي أقول، شغل ممتاز في إنه بيراجع كل الحاجات اللي كانديس بتقولها وبيوضح قد إيه هي كده. دلوقتي أنا بنصحكم كلكم فعلا تروحوا تتفرجوا على الحلقة كاملة، لأنها تحفة فنية، وإحنا مش هنراجع الساعة كلها، بس أنا عايزة أطلع جزء صغير. ده الفيديو اللي اتنشر النهارده حلقه مهمه جدا. النهارده هنكشف القاتل الحقيقي لتشارلي كيرك جيل وات. احنا شغالين بقالنا شهور على تحقيق عميق ومفصل، مش الشخص اللي في بالك النهارده. هنناقش مين اللي كان فعلا ورا اغتيال تشارلي كيرك، كانديس اوينز. ده برنامج بن شابرو. طيب يعني واضح إنها هزار، هما بيهزروا على الموضوع صح؟ احنا ما كناش عايزين نتكلم عن الموضوع ده، فعلا ما كناش، بس كنا بنبحث، كنا بنحقق، كنا بنشد في كل خيط وبنتتبع كل خط تحقيق عشان نوصل للحقيقة اللي حصلت فعلا. ايه اللي حصل فعلا فعلا فعلا؟ ايه اللي حصل بجد؟ على فكرة لو انت مش متابع، دي بالظبط طريقة كلام كانديس، ولو انت محظوظ ومش مضطر تتفرج على كانديس اليومين دول يعني كويس ليك، بس دي طريقتها. يعني احنا اكتشفنا كل حاجة. مع اغتيال تشارلي كيرك في 10 سبتمبر 2025، القصة في الحقيقة بتبدأ قبل كده في ربيع 2025 لما كانديس أوينز البودكاستر كانت علامتها التجارية بتمر بمشاكل. اتعرضت لقضية من السيدة الأولى لفرنسا، كانت بتخسر رعاة كبار، كانت بتفقد عقلها، وكانت بتتخانق مع تقريبا كل الناس. وبعدين حصل حاجة اتغيرت. تشارلي كيرك اتقتل. فاكر 10 سبتمبر 2025؟ تغطيتها القضية تشارلي كيرك رجعت لها جمهورها وزودت مبيعات البضائع بشكل قياسي. ده كلامها هي، مش أنا، ده كلامها هي، وخلاها تبقى الشخصية الرئيسية في أكبر قصة في أمريكا. يعني هي كانت هنا في مايو السنة دي. احنا ماشيين في طريقنا علشان ده يبقى اكبر يوم في تاريخ مبيعات البضائع على الموقع. احنا بنحبكم عشان فعلا اشتريتوا بضائع، بس عشان تغيظوا الناس اللي كانوا بينادوا بمقاطعة البضائع. أحب أفكركم إن كانديس هي اللي تريقت جامد على إريكا كوك لما كانت بتتكلم عن نجاح مبيعات البضائع بتاعة Turning Point USA. دلوقتي في فيديو انتشر جدا لإريكا كوك للناس اللي مش متابعينها، وطبعا مش لازم نتكلم عن الموضوع ده، بس احنا بنتكلم في فيديو انتشر جدا بعد وفاة شارلي كيرك بكم يوم، وهي كانت بتعمل لايف مع Turning Point USA، وكانت بتقول إنه مبيعات البضائع عندهم ناجحة جدا، والناس استغربت وقالوا إزاي بتتكلم عن البضائع بعد الوفاة على طول؟ ولما تفكر في الموضوع شوية هتلاقي إن البضائع دي ليها معنى أكبر بكتير بالنسبة لإريكا. هي بترمز للحركة اللي كانت Turning Point USA بتمثلها، وهي إنها ترجع المسيحية للشباب في أمريكا. وعشان كده لما ناس أكتر وأكتر بيحتفلوا بده وبيشتروا البضائع وبيلبسوها بفخر، ده كان شيء إريكا مأمنة إن تشارلي كان هيشجعه. فكل ده منطقي إنها تطلع وتقول واو، الموضوع عمره ما كان عن الفلوس، هو مش عن الفلوس. إريكا كيرك هتكون كويسة، هي هتلاقي ناس أغنياء يهتموا بيها طول عمرها، حتى لو تشارلي ما كانش جمع فلوس كفاية. الموضوع عمره ما كان عن الفلوس، ده كان عن إنها فعلا بتحتفل بالرسالة اللي تشارلي كان وراها. بس طبعا كانديس مش فارق معاها ده، كانديس فخورة بنفسها وبحاجتها، وده مالوش علاقة برسالتها. الموضوع كله عن إنها بتتأكد فعلا. ولازم تتابع ازاي الفلوس متقسمه، لازم تتابعها، لازم تابعها بس. تمام؟ الايرادات اللي جايه من التغطيه دي مش بتروح لشخص، بتعدي من خلال شبكه من الكيانات والشركات زي كانديس اوينز ذا ام. تمام، مش هندخل في التفاصيل اللي هو بيتكلم عنها دي. هي اتجوزت. انتوا اصلا عارفين قد ايه كانديس غريبة، وهنكلم عن جوازها الغريب كمان شوية، بس عايزكم تسمعوا القصة دي اللي حد حكاها عن كانديس من زمان، ويلا بينا نشوفها بسرعة شوية عن العادي. انا كنت عايز بس اوصل له انه
لو محتاج اي حاجه، انا مريت بده قبل كده، الموضوع صعب وانا سعيد اساعد او اي حاجه. وعملت كده مع كانديس وكان كله تمام، اتكلمنا كويس مع بعض. وبعد حوالي 6 اسابيع حسيت اني لازم اكلمها واطمن عليها. انت قلت حاجه وانا شايف انها صح جدا، لو قضيت اي وقت مع كانديس هتعرف انها مميزه جدا. يعني هي عندها كاريزما بشكل واضح، بتعرف تتكلم كويس، ذكيه، جميله، يعني عندها كل حاجه المذيع الناجح محتاجها. وعشان كده كنت عارف انها هتبقى مشهوره جدا. فكلمتها وقلت لها ازيك، عامله ايه؟ وكانت صريحه وقالت لي بصراحه مش كويس. فسالتها في ايه، وبدات تحكي لي ان الدنيا صعبه عليها، وقالت لي انها بتلاقي صعوبه انها تمشي حالها. قلت لها بصي، السؤال ده زي اختبار للناس اللي لسه بادئين. يعني ايه اللي هيحصل لو عربيتك عطلت بكره؟ وكانديس قالت لي هبقى في ورطه، مش هقدر، مش هعرف ادفع ثمن تصليح العربيه. قالت لي في الحقيقه عندي كاوتش العربيه نايم دلوقتي ومش قادر اصلحه. فعليا هي في الوقت ده كانت بتبقى مشهوره وبتسافر وبتتكلم باسم TPUSA ومش بتكسب تقريبا اي فلوس، مش قادره تصلح كاوتش عربيتها. فعرضت عليها اساعدها في ده وبدات ادفع لها فلوس، ودي قصه عمري ما حكيتها قدام الناس قبل كده. قلت لها طيب انت محتاجه ايه عشان تعيشي؟ فقالت لي انا باخد $1600 في الشهر الايجار بتاعي، اكتر من كده وانا بتابع قناتي على يوتيوب عشان اربح منها. قلت لها انت محتاجه كام؟ فقالت لي محتاجه حوالي $1000 في الشهر عشان اقدر اعيش. قلت لها طيب انا هديكي $2000. فقالت لي مقابل ايه؟ قلت لها كملي اللي انت تعمليه لانها كانت فعلا مميزه واحنا كنا نقدر ندفع من الجمعيه الخيريه بتاعتنا. ضمتها على الميزانيه. على فكرة ناس أكتر لازم يعملوا كده. لو لقيتي حد بيعمل شغل كويس حاول تساعده ماديا، لأنك مش متخيلة قد إيه في مجهود كبير بيتبذل من الناس اللي بتحاول تعمل خير على الإنترنت، وغالبا مفيش دعم مادي كفاية ورا الكواليس. هتتفاجئي فعلا. بدات ادفع لها، وفي وقت من الاوقات قالت لي عايزني اعمل دعايه لمساعده المؤتمر. قلت لها لو حابه، بس انا مش بعمل كده عشان كده، انا بعمل كده لانك موهوبه ومهمه. انا شايف انك هتبقي مشهوره وهتعملي حاجات عظيمه، انا بس عايز اساعد. فدفعت لها، مش فاكر بالظبط كان شهر ولا 2، كانت مده قصيره نسبيا. وفي يوم من الايام جالي منها رساله كانت من اشرس الرسائل اللي جاتي في حياتي كلها، يعني جرحتني جامد جدا. قالت فيها حاجه زي انا مش شايفه انك زي ما بتقول عن نفسك، انا مش شايفه انك صادق، ما تكلمنيش تاني ابدا. وبجد وشك دلوقتي هو نفس الوش اللي كان على وشي ساعتها، يعني من غير اي مقدمات، فجاه كده ايه ده؟ مفيش اي حاجه، مفيش حتى كلام بينا. فقلت لها تقريبا انت بتتكلمي عن ايه؟ فقالت لي هو انا ما كنتش واضحه، انا مش عايزه اتكلم معاكي تاني ابدا، امسح رقمي. فقلت لها انت مجنونه رسمي، انا حتى مش فاهم ايه اللي بيحصل. وده كان اخر مره اتكلمت فيها مع كانديس، صح؟ بس دي كانت اول مره يبقى عندي دليل انها عندها حساسيه. واللي حصل بعد كده هو انه بعد سنين كتير انا كنت اعرف تشارلي بشكل اجتماعي اكتر من سياسي. كنا بنخرج نصطاد مع بعض، فكنا بنروح نصطاد طيور ونصطاد سمك سوا. وفي مره كنت معاه في رحله صيد طيور، وده كان وقت ما كانديس كانت داخله في مشاكلها مع كانيه. فاكر هي قالت ان كانيه هو اللي صمم لوجو بليزت وهو قال لا. فكل ده كان عامل دوشه كبيره. شارلي دلوقتي عينها مديره الاتصالات بتاعته، واحنا في رحله الصيد دي شارلي موجود وكان ماسك التليفون طول الوقت. جه ناحيتي وقال لي حاجه غريبه جدا، قال لي اظنني مدين لك باعتذار. انا مش متضايق من اي حاجه عملتها على حد علمي. قال لي انت مش عارف؟ قلت له لا. تمام، يعني انت مش مدلي باعتذار، كله تمام. وسالته بعدين شويه قلت له انا مش فاهم ايه اللي حصل ده كله، بس عندي سؤال واحد. جالي رساله غريبه جدا من كانديس، يعني كانت اشرس رساله جات لي في حياتي. انا كنت بس بحاول اساعدها. وهو اشار على تليفونه وقال في ناس عمرهم ما بيتغيروا. وده بالنسبه لي كان بدايه خيط واضح، صح؟ يعني شفت ان انا مش عارف ايه اللي بيحصل بينها وبين شارلي، بس الموضوع وحش وهي بتتصرف بطريقه شريره، كانت وحشه وشريره معايا. بعدين راحت على براجريو وحاولت احذر ناس براجريو، يعني مش قادر اقول لكم بالظبط ايه اللي هيحصل، بس غالبا مش هيكون كويس. هي سابت براجريو، ناس من براجريو قالوا لي الموضوع كان قبيح جدا. في الاخر راحت على ديلي واير. قلت يا رب، صحابي في DW ده وحش جدا. وطبعا الامور مشيت بشكل سيء. في خيط واضح من اول يوم قابلتها فيه انها شخص شرير ومختل عقليا. يعني ده يدينها جدا، ده سيء جدا. ومش بس إنها مجنونة مع الناس اللي بتشتغل معاهم. تعالوا نسمع القصة دي. لو عايز تتكلم عن الحاجات المشبوهه، هي اتجوزت في اغرب قصه حب ممكن تتخيلها في حياتك. يعني يا بنت جوزها جورج وكانت بالكاد تعرفه، وبعدين فجاه اتجوزوا. دي حاجه متدبره، تمام؟ احنا مش اربيه، احنا مش اربيه، تمام؟ احنا مش اربيه، دي عمليه، دي عمليه. كانديس المفروض حضرت حفله عشاء زحمه فيها حوالي 30 شخص. عايز تخمن مين كمان كان قاعد على نفس الترابيزه بالظبط؟ تشارلي كيرك. هل دي صدفه؟ هو كان موجود لما قررت جوزها. في نفس الحدث ده قابلت جورج فارمر اللي هو ابن غني لواحد من كبار اعضاء حزب المحافظين البريطانيين اللورد مايكل فارمر. هنا كانت كانديس بتوصف ده مع جوزها جورج. أنا قعدت جنبك وأنت تقريبا ما قلتليش ولا كلمة. صح، أنا عملت اللي بعمله بقاله 6 سنين. أنا بس ما قلتش حاجة، وده نفع وده نفع، بينفع، نفع تماما. وبعدين أنت اتجوزتيني، فمش فاهم ليه. أيوه، بعد 18 يوم أيوه اتخطبنا. هي قصة غريبة، وأظن أغلب الناس فاهمين إن ده غالبا لأنها كانت بتحاول بدرجة ما، مش عارفة، تتعافى من قلبها المكسور عشان شارلي ما كانش عايز يتجوزها. هي اتجوزت واحد أبيض شكله زيه، من نوعية الأغنياء يعني. مش مفاجأة إنها كانت غيورة جدا من إريكا كوك، وده الخلفية
بتاعت كل ده. بس أظن السبب الرئيسي اللي لازم نهتم بيه في كانديس هو أننا نحاول نراعي جوزها المسكين. تقدري تتخيلي تبقي متجوزة واحدة زي دي؟ يا ساتر، مش حاجة ممتعة خالص. بس هو ده الموضوع يا جماعة. زي ما قلت، عندك بن وعندك براندن وعندك برنامج جيريمي بورينغ وعندك أندرو كوفل. الموضوع بيحصل فعلا، الأدلة بتزيد وبتتراكم وبتتراكم، بس أنتي مش محتاجة أدلة. كل اللي محتاجة عنيكي عشان تشوفي الست دي عملت إيه وبقت إيه والمخاطر الناتجة عندها. على العموم، أهلا بيكي في المواجهة. شكرا إنك موجودة هنا، وشكرا على وقتك في الموضوع ده.